أوزوريس هو إله الحياة والبعث في مصر القديمة، وكان رمزاً للخصوبة والنمو والتجدد للطبيعة. اعتقد المصريون القدماء أنه يمنح الحياة للأرض والنيل والزرع، وأنه يضمن استمرار الحياة على الأرض ويجدد دورة الطبيعة كل عام. صوروا أوزوريس عادة بلون أخضر يرمز للحياة والنماء، مرتدياً تاجاً أبيض ذو ريشين، ويحمل العصا والمذبة كدليل على سلطته وقوته. كان المصريون يرونه حامياً للنظام والعدل، ويؤمنون أنه يقود الأرواح في العالم الآخر بعد الموت، ويوازن أعمالها بميزان الحق ليحصل الصالح على الحياة الأبدية ويحرم الظالم من الخلود. كان أوزوريس مرتبطاً بالزرع والمواسم، ويرونه السبب في تجدد الطبيعة كل عام مع فيضان النيل. وكان له معابد عديدة في جميع أنحاء مصر تزين بالتماثيل والنقوش التي تظهر ملامحه وسماته، وتخلد دوره كإله البعث والحياة الأبدية. اعتقد المصريون أن وجود صوره في المنازل والمقابر يضمن حماية الأرواح ومنحها القوة والخير، وأن عبادته تمنح الأرض خصوبة وثماراً وفيرة. ظل أوزوريس رمزاً للعدل والنظام، وكان المصريون يرونه مثالاً للقوة والحكمة. انتشرت عبادته منذ الأسرات الأولى، وخلد اسمه في المعابد والبرديات والنقوش على جدران المقابر. ومع مرور الزمن بقي أوزوريس رمزاً خالداً للحياة والبعث، وإلهاً يمنح الأمل ويجعل الطبيعة والكون يتجددان جيلاً بعد جيل، وظل اسمه علامة على القوة والبقاء والخلود لكل الأجيال.